يسعد لي مساكم. طبعا بحكم عادتنا لنا شيء تقريبا شهر ونص بسوريا، فالبلد متعبه ما أنا سهله يعني. تعبانه مرهقه البلد. فتنا على مجال السيارات، ان شاء الله حنفوت بالعقار. فنحن لاحظنا انه في كثير عالم بدها تبيع سياراتها والمكاتب عم تتحكم فيها بالسعر. فقررنا نحن وحنشوف اذا في تجاوب لهذا المنشور انه نعمل مزاد منطقه التل لاصحابين السيارات. يعني فلان الفلاني عنده سياره بده يبيعها، جايبت له بالسوق 5000 هي بتسوى 7. بنعمل هذا المزاد وبجيب سيارته وبيعرضها للبيع بالمزاد، وحنعمل دعايه كبيره على التيك توك وعلى الفيسبوك. طبعا المزاد بيكون منطقه التل، ريف دمشق التل. فاي واحد بيلاقي انه هو جاهز لهذا الموضوع، وشفنا في تجاوب لموضوع المزاد لاشخاص مو لمكاتب. يعني المكاتب لا تجيب سيارات، اللي احنا عم نحكي على اشخاص بحب المكتب يجي يشتري نور الله اهلا وسهلا. نحن هذا المزاد بدنا نساويه بين اشخاص واشخاص، مو مكاتب لاصحابين سيارات او لاشخاص. يكون ان شاء الله تكون شخص بده يشتري وشخص بده يبيع، لان نحن شفنا في استغلال كثير بموضوع البيع والشراء بالمكاتب، كثير مو شوي. والبيع بصير على الحاضر، يعني انه هذا كوم حديد بده يشتري بارضه، مو بعد ما يشتري يروح يفحص يقول لا ما هذا هيك وضع. فبارضه بده يصير على الوضع التالي. السيارات بتيجي قبل بساعتين، يلي بده يجي يشتري بيجي بيتفقد السياره بيشوفها قبل ما تجي والله على المزاد دغري. هاي 5000 بيقول لك اشتريت. طيب انت ما فحصتها ولا تفقدتها، لا بتجي قبل بساعتين بتشوف السيارات وبتتفقدهم بتتفحصهم وبتشوف بعدين شو الترتيبه وبتزايد عليها. اذا في تجاوب للمنشور بجوز من اصحابين السيارات بجوز نعمل هذا المزاد بمنطقه التل، نحدد له يوم محدد، ننسق له قبل باسبوع، نجهز المكان ونجهز اصحابين السيارات بيجوا لعنا بزورونا وبنحكي بصيغه كامله اذا الله راد.